هدفنا الى حد. هدفنا الى حد، انت تتصور احنا اول بارحه نصبح نغطي بالملعب الجماهير، نغطي بالملعب الشادر بالارضيه حتى نلعب الاحد على ملعبنا. يعني هذا النادي الكبير العريق الاسلام اللي في القاعده الجماهيريه من الشمال للجنوب، انت تعرف شنو الجو، متاسس من 31 يعني بشرفك حسب بالله. يعني هذا ملعب الجويه، يعني احنا راح نسوي يعني ما نريد نحكي نتطرق غير موضوع، نتطرق غير انديه، هي الرياضه، بس احنا على فريق الجويه اقدم نادي بالعراق، عميد تنظيم. طيب اذا نعطي المجال منتظر. وصلت رسالتك. يعني احنا نغطي الشادر شرفت. نعم. بعد الملعب نغطي الارضيه بالشادر. وصلت رسالتك منتظر. يعني خلينا نعطي مجال فقط على للمتصلين الاخرين حتى يتصلون، وايضا معالي الوزير سجل ملاحظتك وايضا راح يجاوبك. مازن من الديوانيه. مازن حياك الله، تفضل. ساحه على ارض متابع لوزاره الشباب والرياضه. واللوم يرجع الى الهيئه الاداريه لنادي القوى الجويه اللي ما يريد، والله ما يريد ملعب. هو ما يريد الملعب. شنو السبب؟ ارض موجوده في مدينه الصدر متجاوز عليها. الطول نسوي ملعب، يقول يوم باكر ما يريدون يطول، والارض من الباطل مؤجل لناس ولعمل غير رياضي، يعني قانون ما يسمح. الارض اذا مخصصه للشباب لازم تقام عليه، ما يخاف المستثمر على عيني فوق راسي، بس يسوي مسبح يسوي ملعب اما يسوي مول دكاكين هذا مو شغل ارض. وضحت. وكذلك احنا صرفنا لهذا الملعب اللي تقول الكراسي انا سويتها، الارضيه انا قلت له خليني اسوي لكم، بس هو الظاهر يعني ما ادري بصراحه. انا اتصور بدل ما يعاتبني يروح يعاتب الهيئه الاداريه اللي هو مقصر بهذا العمل. يوميا تغييرات موجوده، وبالتالي بصراحه الهيئه الاداريه لنادي القوه الجويه غير قادر على اداره هذا العمل اللي تفضل به. نادي عريق، نادي كبير، نادي مهم، ولكن ليس ماكو هيئه اداريه قادره على اداره العمل. اتمنى ايضا منتظر سماع الاجابه.